هو الكوير المواقع نزلت خبر مهم جدا بتقول لك ان هيتعمل عمل درامي مسلسل للسيره الذاتيه بتاعت كابتن محمود الخطيب. اولا كابتن محمود الخطيب ما حدش هيختلف ان هو من امهر من لمس كره القدم في مصر وافريقيا. لكن السؤال، هل كابتن محمود الخطيب يستحق ان يتعمل له مسلسل بسيرته الذاتيه؟ طيب. الموضوع هنا ليه شقين. اول حاجه، اي حد بيتعمل له حياته مسلسل، يا اما قصته بتكون قصه ملهمه، يا اما بيكون اسطوره. تمام. طب قصه ملهمه في المجال الرياضي، مع كامل الاحترام لاي حد في مصر لعب كوره، ما فيش قصه ملهمه الا محمد صلاح. هو ده اللي جه من تحت خالص للقمه. الراجل دلوقتي بيلعب في تركيا، فاضل لهم يومين وهيعملوا مولد سيدي صلاح. فهو ده صاحب القصه الملهمه، الاولى انه يتعمل حياته مسلسل. الحاجة التانية انه يكون اسطورة. يعني ايه اسطورة؟ ما معنى كلمة اسطورة؟ اسطورة هو الشخص اللي عمل حاجة محدش غيره قدر يعملها. كلام جميل، حلو. طيب، بالنسبة انتوا عايزين تعملوا مسلسل للكابتن محمود الخطيب، فانا عامل كده مقارنة صغيرة بين كابتن محمود الخطيب الراجل المهاجم وبين كابتن حسام حسن الراجل المهاجم، وما دخلتش معاهم احمد حسن، بالرغم ان احمد حسن ارقامه كلها اعلى من ارقام كابتن محمود الخطيب، بس قلت عشان ده خط وسط وده مهاجم فهقارن المهاجم بالمهاجم. على مستوى الاهداف، كابتن محمود الخطيب جايب 154 جون للنادي الاهلي، يعني على مستوى الانديه، وجايب 28 جون للمنتخب. كابتن حسام حسن جايب 234 جون للانديه اللي لعب لها كلها، و68 هدف للمنتخب. على مستوى البطولات، كابتن محمود الخطيب جايب 20 بطوله في النادي الاهلي. وعلى مستوى المنتخب، كابتن محمود الخطيب جايب بطوله افريقيا واحده بس للمنتخب. طب كابتن حسام حسن جايب 30 بطوله على مستوى الانديه اللي لعبها، وعلى مستوى المنتخب جايب 3 افريقيا، وجايب واحده ذهبيه دوره الالعاب، وجايب كاس العرب. لو عملنا مقارنة صغيرة كده بلغة الأرقام، هنلاقي إن كابتن حسام حسن مكتسح كابتن محمود الخطيب في كل حاجة. بالإضافة إن كابتن حسام حسن لعب كأس عالم، كابتن محمود الخطيب ما لعبش كأس عالم. كابتن حسام حسن درب المنتخب ووصل بيه كأس العالم وحقق بيه إنجاز ووصل دور ال 16. كابتن محمود الخطيب سبق له إنه كان مدير فني لمنتخب مصر ومحققش معاه حاجة. فالإجمالي بتاع الموضوع المختصر، يعني لو عايزين تعملوا مسلسل، يا تعملوا لمحمد صلاح يا تعملوا لحسام حسن.